السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنشوي البطاطا في الفرن. ادي البطاطا اهي، غسلتها كويس جدا تحت المية الجارية تحت الحنفية. غسلتها كويس جدا، اغسلها كويس عشان بتبقى مليانة طينة وتراب. هوريكم شوية كده وانا بغسلها. دلوقتي غسلتها اهي وهحطها في الفرن. انا لقيت بطاطاية وحيدة عند الراجل بيضة، رحت جايباها بالمرة. دلوقتي هشويها واحطها في الفرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنشوي البطاطا. نجيب البطاطا نغسلها كويس جدا من الطينة اي شوائب منها، خلي بالكوا عشان دي بتبقى كلها طينة. اغسلوها كويس جدا تحت المية الجارية. انا هغسل كل البطاطا وارجع لكم. بننضف البطاطا ونغسلها كويس. خلي بالكم عشان تبقى كلها طينة. طب افصلهم نعمل من اول مش هفصل. اهم من الحته الحمراء دي اهو. ودي شكل البطاطا لما طلعت من الفرن. شايفين العسل وهو نازل عليها كده؟ دي احلى ما تحط لها اي اضافات، بس كل واحد وذوقه في الاكل. صحيه وجميله، ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها، تشوها بس كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.